السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن كل كم يوم يتم ري الطماطم خلال فترة التزهير والعقد والإنتاج. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا فترة التزهير والعقد فترة مهمة جدا بالنسبة لنبات الطماطم. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذه شتلات الطماطم اللي قمنا بزراعتها في مرحلة التزهير وبداية الإنتاج. طبعا الري في الفترة هذه مهم جدا جدا حتى طبعا نمنع تساقط الأزهار. طبعا هذه أزهار الطماطم مثل ما تلاحظوا ما شاء الله. طبعا كمية الأزهار ممتازة جدا في كامل النباتات. طبعا بيجيني أسئلة كثيرة عن كل كم يوم يتم ري الطماطم في المرحلة هذه. طبعا عدم الانتظام في ري الطماطم خلال الفترة هذه حيسبب في تساقط الأزهار، وبالتالي تساقط الأزهار حيؤدي إلى نقص في الإنتاج. طبعا حتى نمنع تساقط الأزهار لازم نقوم بري الطماطم بانتظام. وطبعا مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا ممكن كذلك الأزهار تسقط، فلازم طبعا نحافظ على موعد ري الطماطم حتى طبعا نمنع تساقط الأزهار. طبعا بالنسبة لري الطماطم خلال الفترة هذه لازم يكون كل يومين بنروي ري بالغمر. طبعا احنا امبارح مثل ما تلاحظوا قمنا بري الطماطم بالغمر، ولازم طبعا التربة تتشبع، ولازم طبعا النبات ياخذ حاجته الكثيرة من الماء، لأنه طبعا الري مهم جدا جدا للطماطم في المرحلة هذه. فطبعا لو كنت زارع طماطم حاول انك تروي كل يومين، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا التربة تجف بسرعة وبالتالي ممكن تأثر على النبات. فبالتالي الري يكون كل يومين بنروي ري بالغمر. ولو طبعا كنت زارع الطماطم بتروي بنظام القطرة قطرة، لازم تروي كل يوم بتروي رية واحدة للنباتات أو لشتلات الطماطم. وطبعا هذا حيساعد النبات على عدم تساقط أزهار الطماطم، وبالتالي عقد كامل الأزهار يزيدنا من الإنتاج. فقط هذه كانت الإجابة عن كل كم يوم يتم ري الطماطم. وطبعا حاول ما تبعدش بين فترات الري، يعني بنروي ري كل أسبوع أو مرتين في الأسبوع. طبعا هذا حيأثر على النباتات أو شتلات الطماطم. أنسب شيء لري الطماطم هي ري كل يومين، حتكون ممتازة جدا لنبات الطماطم أو محصول الطماطم. فطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.